السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا النهاردة بقى جاية علشان ايه بقدح معاكم زبدة. يعني انا ولا بتيجي من البلد بقى دي ولا حاجة، بس احنا في ست بتجيلنا تحت متعودين عليها، فبصراحة حاجتها طول عمرها جميلة بصراحة. بس احنا كنت بجيب الزبدة البيضة دي، طول عمرنا بنجيب البيضة دي. انا بقالي فترة بجيب الصفرة، لقيت طعمها احلى ولقيتها خفيفة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده اهي. بصوا جايه بتيجي قطعة كده، بس بصراحة جميلة جدا جميلة جدا، يعني مش قادرة اقول لكم. يعني الله يبارك لها ام محمد، دي حاجتها نظيفة جدا. تمام، انا دلوقتي هوريكم انا بحطها اهو، بنزلها في النار ده للناس، يعني لكذا حد فعلا والله طلبها. انا ما كنتش هعملها اصلا ولا انزلها، يعني كنت هعملها بس ما كنتش هنزلها على اليوتيوب. بس كذا حد منها مها لو هي سمعاني، انا بعملها عشانك. اهي على النار وانا معليه البوتاجاز لحد دلوقتي. تمام، وهي على النار اهي، وهي زي ما انتم شايفين بدأت تفك اهي، قطع في بعض، قطع صغيره. بس صدقوني البقري خفيفة، وبينها وبين التانية 10 جنيه فرق، يعني مش مبلغ كبير ان يبقى الفرق بينهم كتير، لا هو 10 جنيه بس، بين الصفرة وبين البيضة 10 جنيه. انا طول عمرنا بنجيب البيضة بصراحة، وماما الله يرحمها كانت على طول ما بتجيبش الا الزبدة البيضة. واحلى ايام ان انتوا تعملوا فيها، تخزنوا فيها الفترة ديت. زي ما انتوا شايفين اهي، البوتاجاز عالي، وزي ما انتوا شايفين هي بدأت تفك معايا. واحسن فترة ان انتوا تخزنوا اهي. بصوا قطعة زي ما انتوا شايفين اهي اهي، بصوا قطعة اهي. واحسن فترة ان انتوا تخزنوا فيها هي الفترة دي. ان انتوا تخزنوا فيها الزبدة هي الفترة ديت، هي يعني الفترة بتاعت الشتا دي. انا ما كنتش اعرف المعلومة دي، بس عرفتها من ماما زمان، كانت دايما تحب تجيب الزبدة في الشتاء. اهي لسه على النار، هي بتفك بسرعة عشان البوتاجاز عالي اهي. هي بتبقى مش عارفة ليه الصفرة دايما بتبقى زي قطعة كده، صوابع كده زي ما انتوا شايفين كده، مش عارفة ليه. ف دي بخصوص على فكرة الصفرة زيها زي البيضة في الطريقة. يعني دلوقتي بصوا، هي دلوقتي فكت، لسه بقى فيها يبقى اللبن بتاعها دلوقتي يظهر على الوش اهي. اهي الصوابع بتاعتها اهي بدأت، بس بصراحة ريحتها تحفة. ادي الصوابع بتاعتها اهي زي ما انتوا شايفين اهي. بس جميلة جدا وخفيفة، واخف من البيضة شوية. يعني انا جايبة من البيضة بس، يعني ما قدحتهاش يعني، بس انا بس بطلعها اهو. بس الصابع دي اخر حاجة متهيألي ولا بتخلص. ادي صابع اهو، شايفينه كويس. بتعرفوها بقى، بتتعرف من طعمها، يعني قبل ما تتقدح كده كل منها حتة، انتي بتعرفي من طعمها، بتعرفي اذا كانت الزبدة دي كويسة ولا لا. تاني حاجة لما بتيجي تطبخي بيها الريحة بتاعتها وطعمها في الاكل والدسامة بتاعتها. ف... والفرق مش كبير بينها يعني انا بقول ان الزبدة دي صحية، يعني سبحان الله بقى، ما اعرفش، هي بتبقى اذواق. يعني انا مامتي الله يرحمها طول عمرنا هنا واخدين نعمل بالبيضة دي على طول على طول.
بس انا يعني من بعد ما ماما ماتت يعني بدأت اجيب الصفرة دي. كنت نادرا لما بجيب البيضة بصراحة يعني، بس بنجيبها دي على طول. لقيتها جميلة، حتى الأطفال لما بتعملي لهم بيها بيضة ولا بسطرمة بالبيض ولا كده بتبقى طعمها جميل جدا. وانا بس بعملها اهو قدامكم اهو عشان اللي طلبوا مني ان هي تتعمل قدامنا. انا ماشيه بخطواتها اهي، هطول عليكم شويه بس ادينا مع بعض. وبسلم على كل اللي بيشوفوني واللي بيتابعوني، وشكرا. وبعرف تعليقاتكم لما بروح الشغل ولا اللي خارج من الشغل، لكل الناس الف شكر. عندي شويه برد شويه. هي بقى من هنا هي ايه، هي كده خلاص يعني تقريبا ساحت، ما بقاش الحاجات بسيطه بس اهي. بص بقى كل اللبن فيها باين. بتعرفوا برضو الزبدة كويسة من كمية اللبن اللي بتبقى فيها. لما تلاقوا كمية اللبن فيها برضو ده بيبقى نوع من انواع الغش، ان اللبن ده بيوزن. يعني دي لبنها مش كتير قوي. لما تقعد بقى تغلي وتدي مع نفسها كتير بيبقى فيها اللبن بتاعها، وهما بيشيلوه بعد ما بيتعمل الفلاحين يعملوه بيبقى فيها لبن كتير كده، تحس ان هو ده غش بقى. انا والله عايزه افصل شويه، بس انا عايزه اعملها قدامكم بصراحه. وبعدين يعني انا لما كنت سبب من اسباب ان انا ما حبيتش الزبده البيضه شويه، ان لما كنت بعملها كنت بلاقي فيها يعني حاجات كده سودا ومش عارفه ايه، فده عرفني منها شويه. بحس ان الزبده الصفراء نضيفه كده. بصوا اللبن اهو بتاعها والدسم بتاعها في المعلقه اهو. انا بقى ولا بحط فلفل اسود زي اللي بيحطوا فلفل اسود، ولا بحط الكلام ده. انا كل اللي بعمله هعمل اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي اهو. اهو اهو بجيب شعرة ملح بسيطة عشان لو طلعت مرطة. هي دي كميتها مش كبيرة، هما دولت اللي انا بعملهم دولت 2 كيلو، مش كمية كبيرة. انتوا شايفين قدامكم. وخلي بالكم وانتوا بتعملوها انكم تقفوا جنبها لانها بتفور اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس ما شاء الله والله هي فعلا يعني ريحتها ريحة روعة، الله يبارك لها يعني. بصوا شايفين الدسم في المعلقة ازاي. انا بسيبها على النار، شايفين بتاخد وتدي اهي مع نفسها لسه فيها لان في واحدة قالت لي ان هي وهي بتعملها كده هي عبتها في البرطمانات وباظت منها. فانا يعني انا قلت لها انا هعملها لك وهنزلها لك وتمشي على طريقتي. لسه بص طول ما هي فاتحه كده معانا وفيها حبيبات كده، شايفين انتوا الحبيبات دي يبقى هي لسه ما استوتش، لسه كده ما استوتش كده. ايه حبيبات اللبن لسه فيها يعني. بسم الله ما شاء الله.
والله مش ما فيهاش كميه لبن كبير. هي عموما الزبده بتاعت الشتاء بتبقى تحفه، ابتداء كده من شهر 11، والاجمل اجمل شهر 12 وشهر واحد. الاجمل يعني انكم تاكلوا بقى زبده تحفه بتاعت السنه، اللي عايزين تخزنوها من شهر 12 وشهر واحد، واللي عايز يخزن برضو الزبده البيضاء من شهر برضو نفس ده او ده، عشان الخصوبه بتاع يبقى الزرع بقى، وبيبقى ال الحيوانات بتاكل حاجات مراعي طبيعيه بقى، برسيم والحاجات اللي هي بتطلع، الخير اللي بيطلع من الارض ده. حتى تلاقوا الزبده الصفرا، بصوا تلاقوها صفرا صفرا، شايفين الصفار بتاعها. والزبده البيضاء تلاقيها لونها مدي مخضر كده شويه، يعني هي مش خضرة بس لونها كده مدي على خضار سنه صغيره قوي كده، بيبقى من الاكل اللي هي كلته، بيبقى اكل كويس. هما دول 2 كيلو ونص حاجه زي كده. انا مش عارفه الاكياس قد ايه، لان انا طلعت كيس، انا جبت كميه فطلعت كيس لوحده. ف اللهم صل على النبي. فيعني ده متهيألي ده اكتر من 2 كيلو، انا مش عارفه يعني، بس انا معاكم اهو. لسه كل ده لسه فيها الحبيبات البيضة اهي شايفاها لسه موجودة. سامعين؟ اللي بقى يحب يشيلها بقى من السنة للسنة وهو قادحها كده، يكتر شوية في الملح. انما الفلفل الاسود والكلام اللي بيتحط ده كمان ده حافظة. هي عموما لما تتقدح بطريقة كويسة، وان هي تستوي معاكم كويس، هي خلاص مش هتبوظ، وتتحط في التلاجة تاخدي منها وقت الطلب. ممكن تعمليها برطمانات صغيرة، برطمان يخلص تجيبي اللي بعده، او تعملوا زي كده تحطوها في الفريزر وتسحبوا منها على القد، تعملوا 2 كيلو مثلا يخلصوا تعملوا غيرهم كده يعني. كل ده لسه بصوا الحبيبات البيضة اهي، ده الدسم ده اللي هيطلع في الاخر مرطة. والمرطة دي بقى ليها قصة. اللي بيحب اللي يعمل المش ما ياخدش بقى المرطة، يسيبها في الاخر في اخر الحلة ويقعد يحمصها شوية تبقى البني الغامق. ده انا بقول طريقة عمل المش. المرطة اللي هتطلع من السمنة دي يسيبها في الاخر، وبعدين يقعد يحمصها لحد ما تبقى البني الغامق. ونبقى محضرين 2 كيلو لبن. ال2 كيلو لبن دول احنا بنبقى غاليينهم وسايبينهم يبردوا، بننزل بيهم على المرطة ونقعد بقى نقلب لحد ما نخليهم يتجانسوا مع بعض. اللي حابب ان هو يروح واخدهم بعد ما يبردوا يضربهم في الخلاط ويردهم تاني على النار يغلوا، وما يبردوا يحطهم في الزلع او في المش بتاعه. بس عموما ده طريقة المش. المرطة مع اللبن، المرطة بتتحمص ونحط عليها اللبن، نسيبهم لما يبردوا خالص. تمام. نسيبهم لما يبردوا خالص، نضربهم في الخلاط، نرجع نردهم تاني، نحط بقى الملح اللي احنا عايزينه ونملحها بقى مثلا على حسب الكميه. مره هعمل لكم المشي برضو، هعمل لكم المشي عشان اوريكم الملح بيتحط قد ايه. ويتحط شطه حمراء وقرون حمراء، القرون الحمراء الصغيره دي تتحط اهي، داخله دلوقتي على وشك ان هي تتعمل. شايفين على وشك ان هي تخلص. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. لا ريحتها جميله جدا، وبسم الله ما شاء الله ما طلعتليش كتير. وهوريكم برضو المرطة في الاخر اللي طلعتها قد ايه.
المرحله دي بقى، دي المرحله اللي قبل النهائي، ان احنا بنعمل اهي. انتوا شايفين ما بقاش يطلع حاجه في المعلقه اهي. بصوا هي كده خلاص داخله على السوا. هوطي النار شويه. بص لما تلاقي الجوانب كده بدأت تدي شكل البيج او البني كده، تبقى هي دخلت في السوا، بس لسه شويه. ودايما وانتوا بتعملوا كحتوا بالمعلقه من تحت، لان المرته بقى بتبقى تحت قرب الاخر كده، المرته بتبقى تحت عشان تستوي، المرته تستوي معانا. وكده خلاص خلصت. وهطفي وهرجع لكم تاني شويه كده تكون هديت، واوريها لكم بقى تكون هديت وبردت شويه. بس هي دلوقتي اهي بتهدى زي ما انتوا شايفين. لونها والله ولا ريحتها تحفه تحفه بجد. انا هوريها لكم. شايفين اللون الاصفر بتاعها الجميل. كده بقى وما اجي اصبها واوريها لكم في النهائي بتاعها، واوريكم المرته شكلها ايه. وانا بكده اهي بعد ما حطيتها اهي زي ما انتوا شايفين اللون الاصفر الجميل ده اهو. يمكن المعلقه مش موضحه اهو. بصوا اللون الاصفر الجميل ده هو ده ده وهتتحط في التلاجة. وانا مشغله النار على البوتاجاز لسه على المرطة بحمصها اهو، عشان ناوي اعملها مش. بس انا بحمصها بس لسه ما جبتش اللبن اهي. استنى هوريكم ثانية واحدة اوطي البوتاجاز. بصوا شكلها حبيتوا تاكلوها سيبوها تفتح. هي كانت فاتحة بس انا بحمصها عشان احطها في المش زي ما انتوا شايفين الشكل. وبكده طريقة سهلة وبسيطة وطعمها تحفة. مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. بيني وبينكم انا كنت هاكلها وحطيت، بس بيني وبينكم قلت لا انا احطها في المش احسن. وبالهنا والشفا ودي الطريقة البسيطة بتاعتي، واتمنى ان هي تعجبكم. وباي باي.